10 مليون عند رقم 4. آخر مرة رقم 4 أخذ الرقم ب10 مليون. سعر فلكي لرقم مميز. هذه هي حصيلة المزاد العلني الذي أجرته شركة الاتصالات القطرية على أحد أرقامها الخلوية. سعر بطاقة الاشتراك بالمزاد والبالغ 3000 ريال لم يحل دون توافد المشتركين الذين عزموا وصمموا على دفع مبالغ تبدو خيالية بالنسبة للكثيرين. هكذا ابتدأ المزاد إذن. لينتهي ب10 ملايين ريال ثمنا ل7 أرقام متشابهة، مبلغ تجاوز بأصفاره أقصى أحلام الفقراء، إلا أنه بدا وفق حسابات المزايدين غير ذي شأن. السعر سعر معقول، اللي راح 10 مليون ولا شيء، المفروض يوصل أعلى من السعر اللي احنا توقعناه. في ناس قالوا لي 15 مليون، في ناس قالوا لي 20 مليون. فرحة الفائز الذي آثر عدم الكشف عن اسمه وخيبة الخاسر جمعتهما طاولة واحدة ومحاولة لمتابعة مزاد أغلق رسميا، لتبدأ معها رحلة جديدة من المساعي لإقناع الفائز ببيع رقمه الجديد. مزاد لم يكن الأول من نوعه في المنطقة كما لن يكون الأخير، فالألسن تتناقل معلومات عن مزادات مشابهة وتتعلق بأرقام تسجيل للسيارات والهواتف يدفع في مقابلها الغالي والنفيس. أما علم الاجتماع فيحتار في توصيف ظاهرة بدأت تتحول إلى نمط عيش بالنسبة للكثيرين، وإلى أسلوب يحاول البعض الآخر الاحتذاء به. هي مسألة حب تميز، حب ظهور، حب حصول على فاسيلتيز، خدمات أو شيء، هي كذا. ولكن أنا في النهاية أقول كل إنسان له طريقة لصرف أمواله. التميز أو ثقافة الاستهلاك، أو بكل بساطة آخر تجليات الحداثة، عناوين متفرقة لحالات متشابهة بدأت تعبر عن نفسها في أسلوب عيشنا اليومي والطواق إلى ما يسمى تميزا عن الآخرين. 10 ملايين ريال ثمنا لخط هاتف خلوي، موضوع قد يثير حفيظة من يرى في الأمر حما استهلاكية تضرب مجتمعاتنا، ومن يعتبر الأمر مجرد مزايدة تستحق دفع الأموال في سبيلها. مازن إبراهيم، الجزيرة، الدوحة.